السلام عليكم يا بنات. في حاجات كتير كنا فاكرين ان السعادة محتاجة فلوس اكتر او بيت اكبر او ناس احسن حوالينا، لكن الحقيقة ان اكتر حاجة بتغير حياتنا هي طريقة تفكيرنا. والنهاردة هشارك معاكي 13 فكرة بسيطة جدا، لكن لما بدأت اطبقها حسيت ان دماغي بقت اهدى وقلبي اخف وحياتي بقت مرتبة من جوه قبل ما تبقى مرتبة من بره. ولو فضلتي معايا للآخر هقولك الفكرة اللي غيرت حياتي فعلا واللي بتمنى كل بنت تعرفها. ويلا بينا نبدأ. وأول فكرة معانا، مش كل حاجة محتاجة رد. أول حاجة اتعلمتها هي إن مش كل كلمة تستحق إن أرد عليها، ومش كل خلاف لازم أكسبه. زمان كنت بحاول أوضح نفسي لكل حد واثبت إني صح، لكن مع الوقت اكتشفت إن ده كان بياخد مني طاقتي أكتر ما بيفيدني. وفي ناس أصلا مش جاية تسمعك، جاية بس عشان تتخانق أو تنتقد. ولما بدأت أختار إمتى أتكلم وإمتى أسكت حسيت براحة كبيرة، مش لأني ضعيفة لكن لأن راحتي النفسية أهم من إني أكسب نقاش ملوش لازمة. اسألي نفسك قبل أي رد، هل الكلام ده هيغير حاجة فعلا؟ لو الإجابة لأ، يبقى الصمت أذكى. وتاني فكرة معانا يا بنات، البيت المرتب بيهدي العقل. يمكن تستغربي، لكن المكان اللي بنعيش فيه بيأثر جدا على حالتنا النفسية. لما اصحى الاقي السرير متكركب والمطبخ مليان اطباق والهدوم في كل مكان بحس ان دماغي نفسها متلخبطة. لكن لما اخصص حتى 10 دقايق كل يوم للترتيب بحس اني مسيطرة على يومي. مش لازم البيت يبقى مثالي ولا لازم يبقى زي صور الانترنت، المهم يكون مريح ليكي انت. الترتيب مش بس عشان شكل البيت، هو رسالة لنفسك انك تستحقي تعيشي في مكان يريحك. الفكرة التالتة، بطلي تقارني نفسك بالناس. المقارنة من اكتر الحاجات اللي بتسرق فرحتنا. كل ما نفتح السوشيال ميديا بنشوف ناس مسافرة وناس اشترت بيت وناس شكل حياتها مثالي، لكن احنا بنشوف لقطة واحدة من حياتهم مش حياتهم كلها. بدل ما تبصي هما وصلوا لفين، بصي انتي كنتي فين من سنة. يمكن تكوني اتعلمتي حاجة جديدة او بقيتي اهدى او حتى بقيتي بتعرفي تتحكمي في مصاريفك، وده في حد ذاته نجاح. الفكرة الرابعة، الراحة مش كسل. في فترة من حياتي كنت فاكرة ان الشخص الناجح لازم يفضل شغال طول الوقت، ولو ارتحت شوية يبقى انا كسولة او بضيع وقتي. لكن الحقيقة ان الانسان مش آلة. لما بنضغط على نفسنا باستمرار انتاجيتنا بتقل وتركيزنا بيضعف، وممكن نوصل لمرحلة اننا نفقد الشغف بأي حاجة. بقيت ادي لنفسي حقها في الراحة، سواء بمشروب بحبه او مشي بسيطة او حتى ساعة من غير موبايل. ولقيت اني بعد الراحة برجع انجز اكتر بكتير. وافتكري دايما، الراحة مش ضد النجاح، دي جزء من النجاح. اما الفكرة الخامسة، وفري حتى لو مبلغ بسيط. زمان كنت فاكرة ان الادخار للناس اللي دخلها كبير، لكني اكتشفت ان الموضوع ملوش علاقة بالمبلغ، ليه علاقة بالعادة. حتى لو هتوفري مبلغ صغير كل شهر، مع الوقت هتلاقي نفسك عملتي مبلغ يطمنك. والأهم من الفلوس نفسها هو الإحساس بالأمان، إنك لو حصل ظرف يبقى عندك حاجة تعتمدي عليها. مش لازم تستني لما دخلك يزيد، ابدأي باللي في ايدك دلوقتي. أما الفكرة السادسة، اختاري الناس اللي حواليك. في ناس أول ما تقعدي معاهم تحسي إنك مرتاحة وتشجعي نفسك تعملي حاجات أحسن، وفي ناس أول ما تمشي من عندهم تحسي إن طاقتك خلصت وكل كلامهم شكوى وإحباط أو مقارنة. ومع الوقت اتعلمت إني مش لازم يكون عندي ناس كتير، المهم يكونوا ناس يضيفوا لحياتي مش يستهلكوا راحتي. وجود شخص واحد داعم أحسن من 10 يحبطوكي. الفكرة السابعة، مش لازم تكوني مشغولة طول الوقت. بقينا نفتكر إن قيمة الإنسان في قد إيه هو مشغول. لو قعدنا شوية من غير شغل نحس بالذنب، ولكن الحقيقة إن الحياة مش سباق،
ممكن تقعدي 10 دقايق تشربي قهوتك في هدوء، أو تقرأي كام صفحة من كتاب، أو تتأملي السما. اللحظات دي الصغيرة هي اللي بتشحن طاقتك وبتخليكي تقدري تكملي. الفكرة التامنة: سامحي عشان نفسك. المسامحة من أصعب الحاجات، خصوصا لما يكون حد وجعنا، لكن مع الوقت فهمت ان التمسك بالغضب بيأذيني انا قبل اي حد. كل مرة افتكر الموقف واغضب كأني بعيشه من جديد. المسامحة مش معناها ان اللي حصل كان صح، ولا معناها ترجعي تثقي في نفس الشخص. هي معناها انك تحرري قلبك من الحمل ده وتكملي حياتك. الفكرة التاسعة: اتعلمي تقولي لأ. رضا الناس عمره ما هيخلص. كل ما توافقي على حاجة وانتي مش عايزاها هتحسي انك بتتعب اكتر. زمان كنت بخاف ارفض عشان محدش يزعل، لكن اكتشفت ان الناس بتحترم الشخص اللي عنده حدود واضحة. قولي لأ بأدب ومن غير تأنيب ضمير، لان كل مرة بتحافظي فيها على وقتك وطاقتك انت بتحافظي على نفسك. ووصلنا للفكرة العاشرة: احتفلي بأي خطوة صغيرة. احنا للأسف بننسى النجاح الكبير عشان نفرح، لكن الحقيقة ان كل انجاز كبير بدأ بخطوة صغيرة. لو خلصت كتاب احتفلي، لو التزمتي بعادة اسبوع احتفلي، لو قدرتي تتحكمي في مصاريفك شهر كامل احتفلي. تشجيعك لنفسك هو اللي هيخليكي تكملي. الفكرة ال11: اهتمي بنفسك من غير احساس بالذنب. في بنات كتير اول ما يعملوا حاجة لنفسهم يحسوا بالذنب، لكن ازاي هتقدري تهتمي ببيتك او شغلك او اللي حواليكي وانتي مستنزفة؟ العناية بالنفس مش لازم تكون مكلفة. ممكن كريم تحبيه، أو شاور دافي، أو ساعة هدوء، أو أكلة صحية. عايزة أقولك إن الحاجة الصغيرة دي بتقول لنفسك أنا أستحق الاهتمام. أما الفكرة ال12: ما تستنيش الحياة تبقى كاملة. كتير بنقول لما أجيب شقة هفرح، لما أتجوز، لما أسافر، أو لما دخلي يزيد. لكن كل ما نوصل لهدف بيطلع هدف جديد، ولو فضلنا مستنيين الكمال عمرنا ما هنفرح. افرحي بالحاجات البسيطة: ضحكة مع حد بتحبيه، دعوة من القلب، صباح هادي، كوباية شاي بعد يوم طويل. السعادة مش في الأحداث الكبيرة بس، السعادة موجودة في التفاصيل. ووصلنا للفكرة ال13: الرضا لا يمنع الطموح. ودي أكتر فكرة غيرت حياتي. كنت فاكرة إن الرضا معناه إن أبطل أحلم، لكن اكتشفت العكس هو الصح. ممكن أرضى باللي ربنا رزقني بيه وأشكره عليه، وفي نفس الوقت أسعى للأفضل وأتعب واجتهد. الرضا بيدي القلب سلام، والطموح بيدي الحياة معنى، ولما الاتنين بيجتمعوا الإنسان بيعيش مرتاح مهما كانت الظروف. ولو وصلت لحد هنا فأنا سعيدة جدا إنك كملت الفيديو، وقوليلي في التعليقات أنهي فكرة حسيتي إنها كانت موجهة ليكي النهاردة. يمكن كلامك يكون سبب في إن بنت تانية تستفيد. ولو حبيتي النوع ده من الفيديوهات ما تنسيش اللايك والاشتراك. سلام.